السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين. في ناس فاهمة التضحية غلط. يعني التضحية ان انت تضحي براحتك عشان تريح غيرك. التضحية ان انت تشيلها من بقك وانت جعان وتديها لغيرك. التضحية ربنا قالها في آية: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يعني ان انت تدي البني ادم من الحاجة اللي انت بتحبها قوي وتفضله على نفسك لو هو محتاجها اكتر منك. يعني انا لو حد محتاج الطرحة اللي عليا اكتر مني اديها له. يعني لو هو بيخرج كتير وما عندوش طرحة وما عندهاش طرحة تخرج بيها والكلام ده وانا قاعدة في البيت، ايه لازمتها الطرحة الكتير؟ ما تاخد ان انت تفضل غيرك على نفسك. هي دي التضحية، ان انت تبقى تعبان وفيك ألم وموجوع ومش قادر تقوم من مكانك، وفي حد بتحبه وتعبان برضو، بس يعني عايز حاجة تقوم تجيبها له بحب. تجيبها له حتى وانت تعبان وحاسس بألم، تجيبها له لأنك انت بتحبه، بتضحي علشانه براحتك. ان انت ما تقولش لا انا تعبان انا ماليش دعوة، قوم انت مش عارفة ايه. هي دي التضحية. التضحية ان انت تعمل الشيء وانت محتاجه. التضحية ان انت تعمل الحاجة اللي انت بتحبها ان انت تعملها لنفسك بتعملها لغيرك وتسيب نفسك. في ناس فاهمة التضحية غلط، اللي هم مين بقى؟ ان هو لو حد، يعني لو زوج عايش مع زوجته جاب لها مثلا اكل البيت كده ضحى. ان هو لو جه قعد معاها شوية صغيرين وخرج قعد في اي حتة 6 7 ساعات، يبقى كده ضحى. ال5 دقايق اللي قعدوا معاه كده هو ضحى. ان هو يبقى متواجد في بيته حاجة بسيطة وبره كتير. الحاجة البسيطة دي بيقعد يذل مراته: ده انا قاعد معاك، انا بشوف طلباتك، انا مش عارف. دي مش تضحية. التضحية ده حق. اللي انت بتعمله لزوجتك ده حق ربنا اللي امرك ان انت تعمله لها، ان يكون عندها متطلباتها واكلها ومسكنها ولبسها والكلام ده. التضحية بقى ان انت لما تشوفها تعبانة تريحها، ان انت لما تشوفها زعلانة تسعدها، ان انت ما تسيبهاش لوحدها وتنيك قاعد مع الناس بره وتسيبها لوحدها. التضحية مش كلام يا جماعة، التضحية فعل، والفعل بيبقى أصدق من الكلام. خلي بالكم، في ناس بتفتكر الحاجة الصغيرة اللي هي بتقدمها للبني آدم حاجة قد كده. قد كده ليه؟ لأن هم فاهمينها غلط، فاهمين التضحية غلط. لا، اللي بيضحي ده وعنده عطاء بيدي من غير مقابل. ما بيبقاش محتاج حاجة من حد، ما بيبقاش محتاج حد يرد له حاجة. هو بيدي عشان عنده عطاء، عنده حب التضحية. اللي قدام منه بقى ما يستغلش النقطة دي. يعني ما تفتكرهاش او ما تفتكروش ان اللي بيعمل كده ده حق مكتسب رجليه فوق رقبته يعمله خالص. بالعكس، ده انت المفروض تقدره وتشيله على دماغك وتحسسه ان هو بني ادم كويس وبيضحي علشان، وان انت حاسس بالتضحية دي وحاسس بالعطاء ده. لكن انت تعامله ان هو مش موجود، ان ده عادي اللي انت بتعمله، انت بتتجب عليا، اللي انت بتعمله ده لا لازم تعمله وتعمل اكتر منه. لا ده غباء منك، لا ده غباء منك. وهيجي عليك وقت وهتخسر ده. ولما تيجي تخسره ما تقولش اللي قدام منك هو السبب، لا انت السبب. العطاء او الحنية او الحب زيها زي الوردة. الوردة ان ما سقتهاش واهتميت وشلت الحشيشة من حواليها وشلت القاذورات من حواليها، هتديك ريحة حلوة؟ هتزدهر كده وتبقى وردة شكلها حلو كده؟ استحالة. فكل شيء بالاهتمام بينمو، كل شيء بالتقدير ينمو. من غير اهتمام لا إله إلا الله.